تعريف مقاصد التشريع. مقاصد التشريع هي الغايات والأهداف التي يرمي إليها الشارع من وراء الأحكام الشرعية لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وتعرف أيضاً بأنها الحكم والأسرار التي وضعها الشارع لتحقيق العدل والرحمة والحكمة والمصلحة في التشريع الإسلامي. علاقة مقاصد التشريع بالمصلحة. المصلحة هي محور أساسي في مقاصد الشريعة، إذ إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم. وتنقسم المصالح وفقاً للعلماء إلى: 1. المصالح الضرورية، وهي التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 2. المصالح الحاجية، وهي التي ترفع الضيق والمشقة عن الناس لكنها ليست ضرورية، مثل الرخص في العبادات والمعاملات. 3. المصالح التحسينية، وهي التي تتعلق بمكارم الأخلاق وتحقيق الكماليات، مثل الآداب العامة وأحكام النظافة. علاقة مقاصد التشريع بعملية الاجتهاد. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية يعتمد بشكل كبير على مقاصد التشريع، حيث يستعين المجتهد بالمقاصد لفهم الأحكام الشرعية وتطبيقها في القضايا المستجدة. ومن أهم أوجه العلاقة بينهما: 1. التفسير الصحيح للنصوص، يساعد فهم المقاصد في تفسير النصوص بما يحقق غايات الشريعة. 2. الترجيح بين الأدلة، عند تعارض الأدلة يرجح الحكم الذي يحقق مصلحة أعظم. 3. الاجتهاد في المستجدات، تستخدم مقاصد الشريعة لاستخراج الأحكام للقضايا الحديثة التي لم يرد بها نص صريح. 4. رفع الحرج والتيسير، الاجتهاد وفق المقاصد يراعي التيسير على الناس ورفع المشقة عنهم، كما يظهر في قاعدة: المشقة تجلب التيسير. الخلاصة: مقاصد التشريع هي جوهر الأحكام الإسلامية، وترتبط بالمصلحة ارتباطاً وثيقاً، حيث إنها تهدف إلى تحقيق الخير ودرء الفساد عن الناس، كما أن الاجتهاد الشرعي يعتمد عليها لضمان توافق الأحكام مع متغيرات العصر، مما يجعلها أداة مهمة في تطوير الفقه الإسلامي. مع تحيات الأستاذ لطفي التلتلي.